السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. مبدئيا كده طبق الفطار ده للناس اللي بتحب الفطار المتين، اللي بتحب تفطر حاجة الصبح تقويها على شغل طول اليوم. وخلينا نقول على البركة، هنا ما عندناش غير شوية حاجات بسيطة بس هعملك بيهم أحلى طبق فول. عندي هنا طبعا كلنا عندنا كيس فول مركون في التلاجة، عندي كيس فول بقاله يومين في التلاجة عيني محدش سائل فيه. وعندنا هنا بصلايه، عندي الطبق ده فيه طبعا حبيتين من الطماطم متقطعين مكعبات، حتتين تلاتة بسطرمة، عدد 4 فصوص توم مهروسين. وعندي بقى يا ست الكل الطبق اللي هيخلي طبعا الكل يتفتح نفسه كده على الصبح، عندي 4 قرون فلفل سبايسي. مش حابة السبايسي خلاص بدليهم بفلفل كوبي، بس بيدي طعم طبعا حاجة كده فوق الخطيرة. خلينا بقى نروح على البوتاجاز ونحط الطاسة ونشوف هنعمل ايه. حطينا شوية زيت في الطاسة، ننزل كده بالبصلاية. بسم الله. نصفرها. خلاص البصلة اهي بدأت تاخد لون. هنزل بقى بالثومة دلوقتي كده احمرها هي كمان شوية مع البصلة. وقلنا ده فطار متين كده للي عايز حاجة تسند معاه اليوم كله. خلاص كده وصلنا بالبصله اللون اللي احنا عايزينه. تعالي كمان ندي كده تشويحه بسيطه للفلفل بعد ما بحط الثومه بدقيقتين. خلاص كده. خلاص كده حطيت الفلفل برضو شوحته كده حاجه بسيطه جدا مع الثوم والبصل. نقيت بقى حبيتين طماطم كده يكونوا كده كبار وحمراء، يعني ما تكونش طماطم بتاعه سلطه، تكون طماطم يعني كده فيها سوا شويه. نسيب بقى الطماطم كده على نار عالية، يعني مجرد 5 دقايق لحد بس ما الطماطم تبدأ كده تدوب وتنزل المية اللي جواها. هنا كده الطماطم بدأت تتهرس بالنسبة لي كده تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ نهدي بقى النار ونيجي بقى لكيس الفول اللي محدش عايز يكلمه ده، دلوقتي هياكلوا صوابعهم وراه. انا فضيته اهو. ننزل بيه بقى كده على شوية الايه الخضار اللي احنا عاملينهم كده. وكمان نحط بقى 3/4، نحط بقى كده 3/4 كوبايه ميه. عليت النار شويه بس ايه على بال ما الحاجه اللي انا حطاها دي والفول والحاجات اللي انا حطاها يتسبكوا ببعض. حطيت كمان معلقه صلصه من المعلبات. اعلي النار بقى شويه كده في الاول. هنا كده بقى همسك الفول اهرسه باي حاجه عندي كده علشان طبعا يبقى واخد من طعم الصلصه والفلفل الحار، فبيبقى اجمل لما بتهرسيه. قبل بقى ما نغطيه ونسيبه على نار هاديه يلا نبهره. عندي هنا نص معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسمر صغيره جدا لان الفلفل اللي فيه حار، نص معلقه بهار ونص معلقه كمون، ودي كل بهاراتنا. نقلبه بقى كده. خلاص قلبناه وهو غلى. نهدي بقى عليه النار ونسيبه كده لمدة ربع ساعة مع نفسه. يلا بينا بعد الربع ساعة كده نشوف الدنيا وصلت فين. طبعا مش قادرة اقولك ريحته عاملة ازاي، بس الصراحة يعني الفطار ده حطينا شوية بقى البسطرمة بنحطهم بقى في الاخر كده علشان تطعملك الفول زيادة، ما بتحطهاش في الاول، في الاخر احلى. نسيبها كده بقى لمدة 5 دقايق كمان. هو كده تمام، بس نسيب برضو البسطرمة تاخد وتدي كده معاه بشكل ودي عشان الطبق يبقى طعمه احلى. خلاص كده يلا نشوفه. انا كده هطفي النار عليه. يا سلام، والله شوية فول عجبة. تفطري تتعشي تتغدي اي حاجة، بس انا الصراحة لما بيكون عندي يوم طويل يبقى مفيش غير الطبق التحفة ده اللي هيسند معايا لاخر اليوم. وكمان ندي شوية لابو العيال الغلبان او تفطريه قبل ما ينزل، حلو جدا. وبس كده ونطفي بقى عليه النار. احلى حاجة تعمليها جنبه وده كمان عن تجربة، شوية بيض عينين كده بيضتين ولا شوية بطاطس محمرة، قلتلك ينفع في اي حاجة، عشاء غدا فطار اي حاجة.
بجد والله طبق فول يفتح النفس جدا، وبس يعني مش كمان بس يفتح النفس، لانه سبحان الله بصي ادي طبق، وكمان في الطاسة اللي احنا عملنا فيها في طبق زيها، يعني ممكن تعمليه وتديه فعلا لجوزك وهو نازل الصبح وتوفري عليه الفطار. حلو جدا وحاجة تفتح النفس، وبيبقى جميل قوي جدا لما تعوزي تسندي نفسك كده طول اليوم. لو عجبتكم القناة ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.